انت مين؟ وخارج ليا من المقابر ليه؟ وعايز ايه؟ انت جن ولا انس ولا ايه حكايتك؟ صدمة شاب مغترب وهو معدي من جنب القبر لقى راجل غريب خارج من القبر في منتصف الليل. أول ما شافه جاله صدمة ورعب، مش تتخيلوا طلع مين الراجل ده. ودي قصتنا النهاردة، قصة حقيقية حدثت بالفعل. يلا بينا نعرف ايه اللي حصل، ويا ترى الراجل ده كان بيعمل ايه في المقابر في نص الليل، ويا ترى طلع مين. كل ده هنعرفه في حلقتنا النهارده، لكن مش قبل ما نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كومنتات تحت، ولو متابعيني على اليوتيوب ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهات. قصتنا النهارده لشاب اول ما خلص الجامعه كان حلمه ان هو يسافر بره. طبعا والدته كانت بتحبه جدا وكان نفسها ان ابنها يحقق حلمه. جمعت له مبلغ وقالت له خد يا ابني اعمل اللي انت عايزه وحقق حلمك. قال لها ربنا يخليك ليا يا امي. بس راسها وبس ايديها وقال لها دعوتك ليا يا امي. قالت له يا ابني انا حلمي ان انت تحقق كل اللي نفسك فيه. قال لها ان شاء الله اول ما ربنا يكرمني هبعت واخدك تعيشي معايا. يا ابني انا اهم حاجه ان انت تحقق حلمك وخلاص، مالكش دعوه بيا، ما تشغلش دماغك بيا. المهم جهز ورقه وجهز كل حاجه عشان يسافر. طبعا هو كان مسافر على شغل كويس جدا لانه كان دكتور. السكن بتاعه كان جنبه مسجد، والمسجد كان فيه مغسلة أموات، وجنب المسجد كان فيه مقابر قديمة ما بتتفتحش، دايما مقفول، وكل فين وفين على ما يفتحوه، لأن كان قليل قوي لما حد من أهل المتوفين بيجوا يزوروه، كل فين وفين. المهم طبعا هو خد على الجو هناك واتعرف على ناس، لكن أغلبية الوقت كان بيقضي وقته في شغله. كان طول اليوم في الشغل وبيجي وبيروح على النوم بس. المهم فبيقول لما كنت برجع السكن بتاعي كنت بعدي على المسجد والمقابر دي، فوهو راجع في نص الليل عدى من ناحية القبر لقى راجل كبير في السن لابس جلابية بيضة ودقنه بيضة وماسك عصاية واقف جنب المقابر. حسيت كده انه محتاج مساعدة. قربت عليه قلت له خير يا حاج، محتاج مساعدة ولا حاجة؟ قال له بجد يا ابني انت تقدر تساعدني؟ طبعا يا حاج، لو قدرت اساعدك هساعدك، لو ما قدرتش هقولك. طيب بص يا ابني، انا بقالي كام ساعة واقف هنا، لعل وعسى حد يجي يفتح القبر. اصل انا كل فترة بسيطة باجي ازور ابني واقرا له الفاتحة وادعي له. فطبعا انا جيت النهارده لقيت البوابة مقفولة وبقالي كام ساعة واقف، تعبت قوي. فعشان كده يا ابني انا بترجاك لو فتحوا القبر يا ريت ان انت تدخل وتدعي لابني وتقرا له الفاتحة عشان انا مش هقدر اجي تاني. قلت له بس كده يا حاج، سهلة يعني وبسيطة، ان شاء الله بامر الله. انا عارف حارس المقابر هنا، لما ارجع من الشغل بكرة هخليه يفتح لي وادخل وادعي لابنك واقرا له الفاتحة. طب يا ريت توصف لي قبر ابنك فين بالظبط؟ بص يا ابني هو في اخر الزاوية، هو جنب القبر بتاعه شجرة الصدر. طبعا ساعتها قلت له عينيا حاضر يا حاج، ان شاء الله بامر الله هعمل كل اللي قلت لي عليه، ربنا يبارك لك يا ابني. وساعتها سابني ومشي، وانا كنت راجع تعبان جدا ونمت. حلمت حلم حلو قوي، حلمت بالراجل ده واقف قدامي وبيضحك ليا ومبسوط قوي وبيطبطب على كتفي. طبعا صحيت على اذان الفجر، قمت وصليت الفجر. قلت اكيد الحلم ده عشان قابلت الراجل وكنت نايم يعني، فاكيد عقلي الباطن مخزن يعني، فعشان كده حلمت بيه. المهم رحت شغلي وعماله ادعي ربنا ان انا منساش ايه اللي انا المفروض ان انا اروح ازور قبر ابن الراجل اللي انا وعدته ان هزور قبر ابنه. المهم رحت الشغل ورجعت، ولما رجعت عديت على المسجد. حارس المقابر كان راجل هندي وكان طيب جدا وغلبان، وقلت له بقول لك ايه، انا عايز بس مساعده منك، يا ريت تفتح لي المقابر، هدخل ادعي الواحد بس واقرا له الفاتحه والكلام ده، لان والده كان واقف هنا في نص الليل وقعد واقف كام ساعه على امل يعني حد يفتح البوابه عشان يدخل يدعي لابنه. لقيته بصلي كده قال لي راجل مين ده؟ هو واقف امتى؟ انت زي ما انت جيت كده، والمقابر دي ما تفتحش خالص غير كل فين وفين، وساعات بنفتحها يوم جمعه، في ناس بتيجي وفي ناس ما بتجيش. فانا مستغرب يعني مين الراجل ده؟ انا مش عارف. المهم بس انا وعدته ان انا هدخل ادعي لابنه واقرا له الفاتحه. قال لي ماشي. المهم ساعتها فتح لي البوابه وقال لي هو وصف لك قبر ابنه بالظبط فين؟ قلت له في اخر الزاويه، والقبر ده جنبه شجره السدر. ساعتها قال لي ماشي خلاص، ودخل معايا وعشان ينور ليا والكلام ده. واول ما وصلنا هناك
لقينا القبر مهدود خالص لدرجة إن المتوفي كان باين. لكن الغريب بقى، ويا ريت نصلي كلنا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إن الكفن كان أبيض ناصع أكنه لسه مدفون حالا. طبعا أنا والراجل الحارس اللي معايا كنا مستغربين جدا، وقعدنا نهلل ونقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طبعا أكيد القبر ده اتهد بسبب الأمطار، فساعتها قعدنا نبنيه أنا والحارس لحد ما دفناه. وكنت مبسوط جدا اليوم ده إن أنا عملت حاجة حلوة جدا، وإن أنا يعني إكرام الميت دفنه، إن أنا رجعت الميت تاني مكانه. أكيد ما كانش مرتاح والقبر مهدود عليه كده، بس كنت فرحان جدا. أكيد الشخص ده كان عمله صالح، لأن الكفن بتاعه كان أبيض ناصع أكنه لسه مدفون، وكانت روايح جميلة جدا خارجة منه. طبعا ساعتها كنت مبسوط جدا ومرتاح، مع ان الحارس قال لي ان الشخص ده وكل المتوفين هنا بقالهم سنين كتير قوي متوفين هنا، لدرجة ان اهاليهم ما عادوش بيسألوا عليهم ولا بيجوا يقرأوا لهم الفاتحة ولا بيدعوا لهم. فسبحان الله، الشخص ده في حاجة لله ان احنا نيجي في الوقت ده عشان نرجع كل حاجة زي الاول واحسن كمان. قلت له سبحان الله. قال اكيد والده ده هو جاله في الحلم ولا حاجة، اصل الاموات بيجولنا زي اشارات كده ورسايل في الحلم، اكيد كان جاي يطمن على ابنه. المهم طبعا كنت راجع من الشغل الليلة دي تعبان جدا، وغير اللي انا عملته في المقابر كنتش قادر خالص، كنت مهلوك على الاخر. دخلت وغيرت هدومي وكلت لقمة ونمت الصيحة. لما نمت حلمت بنفس الراجل، لقيته بيطبطب على كتفي وبيقول لي بارك الله فيك، كنت متأكد يا ابني ان انت هتساعدني، عشان كده ربنا هيسترك زي ما سترت ابني، وان شاء الله هتقدم في جمعية فلان عشان هتطلع الحج. ساعتها قمت من الحلم، استغربت قوي الحلم، قلت ايه الجمعية دي؟ انا عمري ما سمعت عنها خالص، ولا عمر حد قال لي عليه وحج. المهم خدت قلت اكيد عشان انا ساعدت ابنه والكلام ده، فاكيد يعني احلم الحلم ده. لبست هدوم ما حطيتش في دماغي ورحت الشغل. لقيت زميل من زمايلي داخل وبيقول ها يا جماعة، مين فيكم هيقدم في قرعة السنة دي في جمعية فلان عاملاه عشان نطلع الحج؟ ساعتها اتصدمت، قلت له بتقول ايه؟ جمعية ايه؟ قال لي جمعية فلان، ناوي تقدم ولا ايه؟ قلت له طبعا. ايوه انا ناوي اقدم. قلت يا سبحان الله، دي اسم الجمعية اللي الراجل قال لي عليها في الحلم، معقول دي اشارة؟ المهم كنت من اول الاسماء اللي كسبت في القرعة، بجد ما كنتش مصدق نفسي. انا شاب 25 سنة، كان كل طموحي ان اطلع عمرة، يبقى اطلع حج، يا فرج الله. المهم طبعا جهزت كل حاجة وكنت مبسوط جدا وفرحان، واتصلت بأمي وبلغتها، بقت فرحانة ليا جدا وقالت لي ربنا يبارك فيك يا ابني، ده من دعواتي ليك. المهم جهزت كل حاجة وطلعت الأتوبيس، والكرسي اللي كان جنبي كان فاضي. لقيت شاب وسيم كده داخل عليا لابس جلابية بيضة وكان ريحته اللهم بارك، قعد جنبي ولقيته بيقول لي أبشر، ربنا هيسترك دنيا وآخرة زي ما سترتني. فقلت له بتقول ايه؟ انا مش فاهم منك حاجة. لقيته نزل وسابني. انا استغربت جدا، ايه ده؟ مين ده؟ الغريب بقى ان الاتوبيس اتحرك وهو مرجعش تاني. يا ترى مين ده؟ هو بيقول لي كده ليه؟ انا كنت مستغرب جدا. تميت الحج بتاعي وكنت من احلى الرحلات اللي انا طلعتها، وكانت احلى ايام حياتي، وما كنتش مصدق بجد. وغير الحاجات اللي كانت بتحصل لي كانت حرفيا معجزات كنت بحمد ربنا عليها. وكل فترة كان بيظهر لي شاب غريب جدا في الحلم ويبشرني بحاجة، وكل فترة الراجل العجوز اللي قابلته على المقابر كان برضو بيجيلي كل فترة في الحلم ويبشرني بحاجة، وكانت البشرة بتستجاب. وبجد ما كنتش مصدق نفسي، يعني الحاجة سهلة وبسيطة عملتها فتحت لي أبواب كتير جدا، يعني شبه معجزات. فبجد يا جماعة دي قصتنا النهاردة من أحلى القصص اللي أنا سمعتها. عشان كده يا ريت القصة دي نتعلم منها ونستفاد منها، إن إحنا لما نلاقي اللي قدامنا محتاج مساعدة ما نبخلش عليه في المساعدة ونقف جنبه ونساعده. ناس كتير هترد وتقول الدنيا ما عادش فيها أمان وبقى فيه نصب كتير. مش لازم تساعد حد غريب، لو حسيت فعلا اللي قدامك محتاج مساعدة ساعده لوجه الله، وإن شاء الله ربنا هيقف جنبك.
ومش لازم حد غريب، يعني حد جارك، حد زميلك، حد من قرايبك حسيت انه محتاج مساعدة وانت قادر ان انت تساعده، ما تبخلش عليه في المساعدة. صدقوني لما تساعدوا حد ربنا هيقف جنبكم وهيساعدكم في حاجات كتير وهيفتح في وشكم الابواب المقفولة. يعني صاحب القصة بيقول كان بيحصل معايا المعجزات، يعني حاجة سهلة وبسيطة يعني فتحت معاه ابواب كتير كانت مقفولة، وربنا هيستره دنيا واخرة لانه ستر ميت. إكرام الميت دفن، هو سطر ميت، فعشان كده ربنا هيسترها معاه دنيا وآخرة. اوعوا تبخلوا على حد بالمساعدة. لو في مقدرتكم ان انتوا تساعدوا اللي قدامكم ساعدوه من غير ما تترددوا. صدقوني ربنا هيقف جنبكم وهيفتح في وشكم ابواب كتير وربنا هيكرمكم اخر كرم. ودايما ندعي ربنا اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، واللهم احسن ختامنا جميعا. ودي قصتنا النهارده، يا رب تنال اعجابكم. مستنيه رايكم في الكومنتات.